الطائر. العلاقات بين المغرب واسبانيا عمرها كانت باز التقارب، شراكات اقتصاديه، تنظيم منجر مشترك، واسبانيا كانت هي المفتاح باش المغرب يحسم ملف في الصحراء. غير هو بغيتك تركز معايا مزيان في هذه النقطه الصغيره في الخريطه. The tropic seamount is emerging as a new source of tension between Morocco and Spain. هنا كاين جبل مدفون في قاع المحيط وبعيد علينا غير ب 200 كيلومتر، ولكن كيتعتبر مخزون استراتيجي للسيارات الكهربائيه في المستقبل. حنا هنايا كنهضروا على كنز قادر يقلب اقتصاد المغرب 180 درجه. اسبانيا من جهتها عارفه بلي اللي غادي يقدر يحتي على هذا الكنز غيضمن مكانه قويه في سوق الطاقه العالمي. داكشي علاش تحركات قانونيه باش تحاول تضمن المجال ديالها. وهنا السؤال اللي كيخلاه، واش الاعتراف بمغربيه الصحراء كان فخ باش نتنازلوا عليه؟ فبلا ما نطول عليك، جيب التكه ديالك نعم سيدي كما العاده وخلينا نقول بسم الله. باش نفهموا العمق ديال هذه الازمه خاصنا نهبطوا لقاع المحيط. جبل تروبيك هو بركان خامد مستقر في سبات جيولوجي من العصر الطباشيري، يعني هنا كنهضروا على 100 مليون سنه. القيمه ديالو ماشي في الحجر اللي كيشكل الهيكل ديالو، ولكن في القشره غلاف رقيق كيحيط بالجبل كامل واللي في الداخل ديالو النفط ديال التكنولوجيا. وهنا كنهضروا على الكوبالت والتيلوريوم. بدون هاد العناصر صعيب نصنعوا البطاريات ديال السيارات الكهربائيه، وصعيب نضمنوا الانتقال الطاقي في المستقبل. وهنا فين كتصدمنا لغه الارقام. التركيز ديال ماده بحال التيلوريوم في هذا الجبل كتعتبر من الاعلى عالميا مقارنه بالمناجم اللي كاينه على سطح الارض. كميه قادره تغطي الحاجيات الصناعيه لسنوات طويله. اسبانيا من جهتها ردت البال لهذا التروان من شحال هذا، وفي 2014 غادي تدشن اول تحرك باش تضم هذا الموقع بناء على القوانين الدوليه. والهدف هو تمدد الجرف القاري ديالها باش يشمل هذه المنطقه الاستراتيجيه. استغلت ان الحدود البحريه ديك الساعه كانت ضبابيه خصوصا في المناطق الجنوبيه، والمده ديال 6 سنين كانت معوله ان هذا الملف غادي تحسن الصالح ديالها. ولكن في 2020 غادي تبدل المسار ديال هذا الملف، بحيث ان المغرب غادي تجبد اقوى سلاح تشريعي عندها واللي هما القوانين 37 17 و 38 17. هاد القوانين اللي كيمكنوا المغرب انها تعاود ترسم الحدود البحريه ديالها. غير هو الجديد هاد الخطره ان هاد الحدود غادي يكونوا يضموا حتى الحدود البحريه ديال الاقاليم الجنوبيه. وعلاش هادشي حرفيا قلب الطاوله؟ لان اسبانيا كانت كتعتمد على مبدا الخط الوسط او الميديان لاين، يعني نقسموا المسافه بين الكناري والساحل بالنص. ولكن المغرب غادي يرد بحجه قانونيه قهريه واللي هي مبدا الانصاف او الايكويتي. هذا المبدا كيعني بكل بساطه ان القانون الدولي كينصف ساحل طويل كيمتد على 3500 كيلومتر مقارنه بارخبيل وجزر بركانيه صغيره بحال جزر الكناري. بمعنى اخر الساحل راه عنده اسبقيه في الترسيم، وبهذه الحركه المغرب غادي يجمز الطموح الاسباني في نيويورك وحول تروبيك من مشروع اسباني لمنطقه تداخل مستحيل يقربوا لها بلا تنسيق وتفاوض مع المغرب. وهنا اسبانيا غادي تستوعب المعادله الجيوسياسيه الجديده واللي هي الامن الطاقي ديالها ما كاينش في نيويورك ولا بروكسل، وانما كاين في الرباط. الخيار كان استراتيجي وحاسم للاقتصاد الاسباني. بغيتي تحجز مقعد في الصناعه ديال المستقبل خاصك تقاد العلاقات مع المغرب، وباش تقاد هذه العلاقه غادي خصك خطوه جريئه واللي هي الاعتراف بمغربيه الصحراء. ولكن صديقي السؤال المنطقي اللي خاصنا نطرحوه دابا، واش غير على قبل الجبل اسبانيا غادي تقلب الفيستا التاريخيه ديالها اللي كانت لابسها لمده 40 عام؟ بطبيعه الحال ما خاصناش نكونوا بهذه السذاجه، لانه الملفات الثقيله كان لها الدور الاساسي في التغيير ديال هذا الموقف، بحال الهجره، الامن والارهاب والمبادرات التجاريه الضخمه. ولكن في نفس الوقت الملف ديال الطاقه كان هو العنصر الجديد اللي سرع هذا الحسم. وهنا كان القرار الوجودي بالنسبه للاقتصاد الاسباني، فيا اما اسبانيا تدخل كشريك في هذه الصناعات المستقبليه او لا تبقى معزوله، خصوصا وان المغرب في هذه السنوات الاخيره بدا كيتحالف مع قوى اقتصاديه عظمى بحال امريكا وبريطانيا. وفي هذه النقطه بالضبط كاين واحد المبدا راسخ في السياسه الخارجيه ديال المغرب واللي هو انه كيشوف العلاقه ديالو مع جميع الدول ديال العالم انطلاقا من الموقف ديالهم من الصحراء، واش هما مع السياده ديال المغرب على الاقاليم الجنوبيه. وهنا اسبانيا غادي تستوعب ان الفاتوره الاستراتيجيه والاقتصاديه ولات ثقيله تجاه هذا الملف، وبالتالي الحل الوحيد باش تقاد العلاقه ديالها وتكسب شريك مهم بحال المغرب هو تخرج من هذيك المنطقه الرماديه اللي كانت سنين عايشه فيها وتعترف بمغربيه الصحراء. Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. ولكن السؤال اللي خاصنا نطرحوه دابا، واش غير الخلافات السياسيه اللي كانوا العائق باش نجبدوا هذا الطرو؟ يعني دابا منين تجاوزنا الخلافات السياسيه ديالنا مع اسبانيا، واش قادرين من غدا نهبطوا للعمق ديال البحر ونعدنوا هذا الطرو ونطلعوها للفوق باش نستافدوا منه؟ وانا صديقي السياسيين صالوا الهضره وقسموا الخريطه وجا الدور ديال المهندسين باش يواجهوا واحد الحقيقه مرعبه. حنا دابا كنواجهوا جحيم فيزيائي على عمق كيتراوح ما بين 1000 و 4000 متر،
الضغط الهيدروستاتيكي تماك قادر يعصر غواصه نوويه بحال شي كانيطه ديال المناضه، ولكن كاين واحد المشكل اكبر واعقد من اننا ننزلوا لهذا العمق. القشره اللي كتحيط بجبل تروبيك رقيقه بزاف، السمك ديالها ماشي تعداش سنتيمترات قليله ولاصقه في صخر بركاني صلب. فتخيل معايا انك خاصك تقشر جلده رقيقه بزاف وانت كتحكم في روبو عن بعد مسافه اللي تقدر توصل حتى ل 4 كيلومتر، وزيد عليها تضاريس الوعيره في هذا العمق لانه السطح ماشي مستوي، يعني هذوك الماكينات ما غاديش يقدروا يمشيو بسهوله. هاد المعاجين هي المعنى الحرفي ديال السم في العسل، كتنمو بواحد البطء شديد. هنا كنهضروا على مليمترات قليله كل مليون عام، يعني البيئه ديالها هشه بزاف. فباش تسلخ هاد الجلد صناعيا بلا ما تدمر المحيط البيئي وتقتل الشعوب المرجانيه الناجره اللي عايشه تماك، خاصك تكنولوجيا حديثه ومتطوره، والى يومنا هذا باقي غير في المرحله ديال التجريب، يعني مازال كاع ما طبقات. وهنا في الغالب غادي تقول لي واخا سفيان علاش من الصباح الله ضفر عنا راسنا ها السياسه الخارجيه وها الحرب الصامته وها القانون الدولي وهما اصلا ما قادرينش يخرجوا هذا الخير من القاع ديال البحر. وانا صديقي غادي نقول لك غير استع معايا خاطرك، لان الدول والشركات ماشي يشوفوش الامور كيف ما حنا كنشوفوهم كمتتبعين عاجيين، وانما اللي يهمهم هو يحطوا يديهم على الورقه الرابحه اليوم. وقبل ما نقول لك اهم نقطه في هذا الفيديو اللي هي هذه الورقه الرابحه، بغيت نتقاسم معك واحد المفارقه عجيبه صادفتني في البحث في هذا الفيديو واللي سميتها النفاق الاستراتيجي والبيئي. فتخيل معايا صديقي اوروبا اللي كتصدع علينا راسنا ليل ونهار بحمايه المناخ والبيئه هي اللي تبقات لها باش تضمن هذه المعاجين باي ثمن. الغرب باغي سياره كهربائيه نظيفه في الشوارع ديال اوروبا ما كتلوثش الجو، ولكن باش يصنعوها خاصهم يدمروا قاع المحيط ويقتلوا التنوع البيولوجي اللي عايش تماك من ملايين السنين. اسبانيا والاتحاد الاوروبي عارفين بلي استخراج هذه المعاجين غادي يكون جريمه بيئيه مكتمله الاركان، وداكشي علاش باغيين يرميو الجمره في يد المغرب. الخطه الخبيثه هي المغرب اللي يحفر ويلوث البحر وحنا ناخذوا البطاريات ونعلقوا عليهم التيكيتات ديال صديق للبيئه. وكنظن ان المفاوض المغربي في هذا الملف راه على بال، وهذا الشيء عرفوا حسان مني، حيت الا قبلنا نلعبوا الدور ديال المنجم الخلفي ديال اوروبا غادي نكونوا رابحين الفلوس، ولكن خاسرين الثروه السمكيه والبيئيه اللي ما يمكنش تعوضها. ودابا نرجعوا للنقطه المهمه اللي قلت لك واللي هي الورقه الرابحه، وكيفاش المغرب الا قدر يستغل هذا الجبل خير استغلال غادي يشكل لنا ثروه قوميه في المستقبل. فالا قدر المغرب انه يسيطر على هذه الثروه، هذا الشيء من جهه كاينين شركات تعتين بان الورقه الرابحه هي المغرب وبالتالي غادي يتهافتوا باش يسينوا العقود معاه، ومن جهه اخرى بالنسبه للمغرب والاقتصاد ديالو انه ما غاديش يبقى غير منجم كيصدر التراب. الخطه هنا اكبر بكثير، هو اننا ننتقلوا من اقتصاد الريع لاقتصاد التصنيع. فمعادن بحال الكوبالت والليثيوم كيتعتبروا القلب ديال الجيجا فاكتوريز. تخيل معايا بلاصه ما تصدر ماده خام ب 10 دراهم تصنع بطاريه القيمه ديالها اكثر من 1000 درهم. هذا الجبل غادي يولي المغناطيس اللي كيجيب شركات التكنولوجيا الكبرى باش تفتح المصانع ديالها في المغرب. فميناء الداخله الاطلسي ما تدارش غير للصيد، تدار باش يكون هو البوابه لهاد الثروه الجديده. وهنا كنتكلموا على الاف مناصب الشغل. المهندسين والتقنيين المغرب واسبانيا كانوا كيلعبوا الشطرنج على المدى ديال 30 عام لقدام، والهدف ماشي هو تخرج الكوبالت من غدا، وانما تكون عندك الساروت، والساروت في هذه الحاله هي السياده. هذه السياده اللي انطلاقا من التطورات الاستراتيجيه والسياسيه اللي طرات مؤخرا فراه تيبان بلي المغرب ولا قريب منه، ولكن في نفس الوقت راه اسبانيا ما خرجتش خاسره لانها بدورها ربحت الشراكه الاقتصاديه. غير هو واش صافي زعما الملف تسد سال على هذا الشيء؟ ابدا صديقي، الخطر الحقيقي يلاه غادي يبان في الافق، حيت كاين واحد الطرف ثالث كيشوف المغرب واسبانيا مقاتلين وهو كيراقب من الفوق من نيويورك. هذا الطرف هو منظمه الامم المتحده لقاع البحار واللي كيترمز ليها بالاي اس اي. القانون الدولي عنده واحد الفصل خطير تيقول فيه المنطقه الخارجه على الولايه الوطنيه كتعتبر ارث مشترك للبشريه، يعني الى المغرب ما قدرش يثبت جيولوجيا ان جبل تروبيك هو امتداد طبيعي للارض ديالو، فراه القوى العظمى تقدر تدخل وتزاحم معاه فيه. وهنا الكره ولات في رجل الدبلوماسيه المغربيه، واش غادي تقدر انها تحمي هذا الكنز من الاطماع ديال القوى العظمى؟ والسؤال موجه لك صديقي، واش كتشوف ان المغرب ربح الحرب او لا ربح غير الجوله الاولى؟ فخلي لي الراي ديالك في التعليق، واهم حاجه هو تخلي لايك وتشترك في القناه اذا كان تيبان لك هذا المحتوى تيستاهل. هذا الشيء اللي كاين، نتشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد.